بما إن التين موجود ومالي السوق اليومين دول، هنقدر النهارده إن إحنا نعمل مربى التين في البيت بكل سهولة وبكل احترافية بدون مواد حافظة، وإزاي هنقدر إن إحنا نسويها مع بعض، وإزاي هنقدر نحفظها. كل ده هنعرفه إن شاء الله النهارده في الفيديو بتاع النهارده. وإزاي بكيلو واحد بس من التين هتطلعي كمية محترمة جدا من مربى التين. يلا بينا ندخل على المقادير على طول ونشوف معانا ايه، ونشوف ازاي عملنا المربى القمر دي. طبعا انا هشتغل بكيلو واحد بس من التين، لو حابة ان انتي تضعفي الكميات مفيش اي مشكلة، بس الكيلو بيعمل كمية حلوة زي ما شفناها في اول الفيديو. بتجيبي التين بتاعك، والتين بيكون مقفول كده وسليم معاكي، ما تجيبوهوش مهري علشان خاطر ما يكونش حمضان ويبوظ الوصفة معاكي. فتتأكدي ان التينة بتاعتك كده نضيفة وتكون ماسكة نفسها. بنغسله، والغسيل ده بيكون قبل على طول ما بتقطعيه، يعني ما ينفعش ان احنا نغسله ونركنه لانه من الحاجات الحساسة قوي اللي ممكن تحمض معاكي وانت شغالة. وكمان نخلي بالنا من نقطة الغسيل كويس قوي لأنه من الأنواع اللي بيكون فيها رمل، فعلشان كده عايزاكي تنضفيه كويس جدا وبعد كده بتشتغلي فيها على طول. وانتي بتقطعي التين بتاعك طبعا بنستبعد الجزء اللي تحت الصغير ده، وبعد كده بنقطعه قطع صغيرة وتبصي فيه وانتي شغالة، علشان ممكن يكون برضو من جوه القلب بتاعه مش كويس، أو ممكن تكون واحدة مش كويسة فبنستبعدها من الوصفة خالص. نيجي لمرحلة السكر، وانا هنا ما بحبش الحاجة مسكرة قوي، تمام. فانا حطيت كوباية ونص من السكر بمعادل 300 جرام. معاكي بقى ان انت تحطي لحد نص كيلو من السكر ده، حسب الرغبة وحسب التذوق بتاعك، يعني زي ما تحبي وزي ما انت عايزة. اول ما بنحط السكر بتاعنا بنقلب كده من فوق لتحت لحد ما تحسي ان السكر كده تلات ارباعه داب معاكي مع الخليط بتاع التين، تمام. يعني حاولي ان انت تدوبيه على قد ما تقدري وانت بتقلبي كده. بعد ما بنقلب كويس قوي وبنحاول ان احنا ندوب السكر مع التين، بنيجي على طول للخطوة اللي بعد كده وبنبدأ ان احنا نغطيه كويس. لازم تغطيه كويس لان انا كنت شغالة فيه بالليل وبعدين غطيته بالشكل ده وحطيته في التلاجة واشتغلت فيه تاني يوم الصبح. فبتسيبيه كده لا يقل عن 5 ساعات او ممكن تبيتيه، تمام. بعد ما غطيته كويس اوي وحطيته في التلاجة برجع له تاني يوم الصبح بيكون نزل المية بتاعته والسكر اتداب نسبيا مع التين. طبعا موضوع السكر ده واحنا بنسويه على النار، لو لقيتي نفسك ان هو مش مسكر معاكي او مش الحلو اللي هو المطلوب معاكي، تبدأي ان انت تحطي له تزودي له سكر، مفيش اي مشكلة وانت بتقلبي. ده بيكون شكله بعد ما بات ليلة كاملة في التلاجة. على طول بجيب الحلة اللي انا هشتغل فيها وبنبدأ ان احنا نحط التين بتاعنا. طبعًا أنا ما باحبش أحط أي منكهات للمربات عمومًا، ما باحبش أحط لها أي منكهات خالص لإنها بتغيّر طعمها، فباحب الفاكهة تكون طبيعية كده بالشكل ده. لكن لو حابة إن أنتِ تحطي أي حاجة مثلًا زي قرنفل أو عود قرفة براحتك خالص، بس بالنسبة لي بيغيّر طعم المربى وبيخلّي طعمها مش حلو. أول ما بتبتدي تغلي بالشكل ده على طول بنهدّي النار، وأي ريم بقى فوق كده لازم يتشال، لإن ده هيحافظ عليها وهيخلّيها تقعد معاكِ أطول وقت ممكن في التلاجة، وما يخلّيهاش تبوظ منِّك بسرعة يعني. فلازم تستبعدي وأنتِ بتقلّبي كده من فوق لتحت، لازم أي ريم على الوش كده تستبعديه بالراحة خالص بأي معلقة وبتشيليه من على الوش. كل ما كانت بتغلي معايا غلوة أو غلوتين إيديا فيها باقلّبها، وبعد كده أي ريم بيظهر باشيله بالشكل ده. خلاص كده انتهينا من الخطوة دي. على طول بقى بتكوني هدّيتِ النار علشان خاطر عايزين التين ده يستوي تمامًا، لازم يستوي معاكِ تمامًا، تمامًا علشان خاطر تكون المربى بتاعتِك طعمها حلو. يعني كل شوية كده بتختبريه وتشوفيه وصل للسِوَى المطلوب والّا لسه. طبعًا التين من الحاجات اللي ما بتحتاجش إن إحنا نزوّد لها مَيّة، علشان خاطر كده بنهدّي النار علشان المَيّة بتاعتها ما تتبخّرش بسرعة وتنشف معاكِ ويكون التين بتاعِك لسه ما استواش. في الوقت ده وهي داخلة على سِوَى على طول باجيب عصير ليمونة وباحطه على الخليط بتاعنا. طبعًا دي مادة حافظة للمربى. لو مش حابة إن أنتِ تضيفي ليمون ممكن تضيفي ربع معلقة ملح ليمون، ده بتشتريه من عند العطار، ده برضه بيحافظ عليها وبيخلّيها تقعد معاكِ أطول وقت ممكن.
فأنا غالبًا في أي وصفات باستبدل ملح الليمون بليمونة عادي ما فيش أي مشكلة، ما بتغيّرش الطعم ولا أي حاجة خالص. بعد ما اتأكدت تمامًا إن المربى استوت معايا، خلاص كده استوت، طفيت النار عليها، وبعد كده بالهراسة بتاعة الفول وبتبتدي إن أنتِ تهرسيها، ما تضربيهاش بالهاند بلندر علشان ما تنعمش منِّك أوي، لإن المربى معروفة إن هي بيبقى فيها قطع بسيطة كده، فده اللي هنوصل له الهراسة بتاعة الفول. بعد ما بتهرسيه تمامًا كده بيكون معانا بالشكل ده. طبعًا عايزة أقول لِك إن البرطمانات اللي أنتِ هتشتغلي فيها أو هتعبّي فيها المربى بتاعتِك لازم تكون مغسولة كويس جدًا ومتعقمة، لازم علشان تحافظ على المربى. لو البرطمانات بتاعتِك مش نضيفة أو فيها مَيّة ده بيخلّي المربى تبوظ معاكِ بسرعة وما بتقعدش معاكِ تمام، وكمان بتعمل ريحة مش كويسة. فلازم زي ما قُلت لِك تكوني معقّمة البرطمانات بتاعتِك ومنشفاها كويس. طبعًا الكمية دي عملت معايا برطمانين، 2 من الكمية اللي أنتم شايفينها دي، وعملت كمان برطمان صغير من اللي هو كان بتاع النوتيلا الصغير. ما شاء الله كيلو من التين واحد عمل الكمية اللي حضرتِك شايفاها دي. بنحفظها إزاي؟ طبعًا بنقفّلها كويس أو تقفليها كويس بالغطا بتاعها وبتتحط في التلاجة. وقت الاستخدام بتفتحي البرطمان وبتاخدي بمعلقة ناشفة، لازم تكون ناشفة ونضيفة علشان خاطر ما تبوظش المربى، وبتقفلي عليها تاني وتفضل موجودة معاكِ في التلاجة لحد ما تخلص، ما بيجرالهاش أي حاجة خالص ولا بيتغيّر طعمها. وطبعًا مربى التين من الحاجات المفيدة، والنهارده عملناها بكل بساطة وبكل سهولة ومن غير مواد حافظة ولا أي حاجة خالص، وتقدري إن أنتِ تعمليها في البيت بكل سهولة. بس عايزة أقول لِك هنا لو أول مرة بتشوفيني لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ومتنسيش اللايك للفيديو، وإن شاء الله هاسيب لِك كل المكونات اللي أنا استخدمتها النهارده في صندوق الوصف. نرجع بس نتكلم على نقطة واحدة اللي هي نقطة السكر. السكر بيكون حسب الرغبة، ما تتقيديش بنسبة السكر اللي أنا حطيتها. كوباية ونص كان سكرها مظبوط، يعني مش مسكرة قوي ومش دلعة قوي، فلو عايزة تزودي نسبة السكر عن كده دي في ايديكي وزي ما انت عايزة، وتقدري تزوديها وهو على النار مفيش أي مشكلة زي ما قلنا. ما شاء الله القوام بتاعها زي ما انتم شايفين قوام كريمي، وفي نفس الوقت ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، يعني ده القوام المطلوب أو القوام بتاع الجاهزة بالضبط. أتمنى من كل قلبي إن انتم تجربوا الوصفة بتاعة النهارده، وبألف هنا وشفا مقدما إن شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. وبكده أكون قدرت قُلت لِك كل المعلومات اللي تقدري إن أنتِ تعملي بيها أحلى مربى إن شاء الله. وبكده أكون خلصت الوصفة بتاعة النهارده. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير.